عاوزة تعملي سمك زي بتاع المحلات، مقرمش من بره وطري وجميل من جوه وكمان بطعم روعة جدا. ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك المقلي بطريقة اشهر المحلات، بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبتركات بسيطة جدا هتخلي السمك معاكي مقرمش من بره وطري ولذيذ جدا من جوه، وكمان مش هيطرى معاكي والسمك هيفضل طول الوقت كده مقرمش وفيه قرمشة جميلة جدا من بره. بتعملي السمك واول ما بتخلصي عليه بتلاقي السمك كله طري. هنتكلم على طريقة بسيطة جدا هتخلي السمك معاكي بنفس القرمشة اللي احنا بنجيبها من المحلات. بنلاقي السمكية كده لونها جميل، وكمان بنلاقيها مقرمشة كده وناشفة من بره، وكمان اللحم بتاعها طري وجميل من جوه. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد زي ما متعودين مع بعض. اول حاجه معايا السمك، طبعا لازم اجيبه من مكان يكون موثوق منه، يعني ما اجيبش السمك من اي مكان وخلاص. طبعا انا جايبه النهارده سمك بلطي، سمك صاحي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. جايبه 2 كيلو من السمك النهارده بكام؟ السمك النهارده ده ب85، 85 جنيه بس. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سمكة جيدة جدا، سمكة ما شاء الله مبرطخة في قلبها البطروخ، يعني حاجة كده عظمة على عظمة. هنبدأ كده أول حاجة شيلته من الكيس، هسيبه شوية في الحوض كده هيبدأ بس إيه يموت معايا شوية عشان أقدر اللي أنا أقصقصه وأقدر أنضفه، لأن طبعا السمك في الوقت ده بيكون قوي جدا، وكمان الشوكة دي بتعور الإيدين. يعني تاخدوا بالكم كده وانتم بتنضفوا، لأما تسيبوه الكيس مربوط شوية هيبدأ السمك كله ايه يموت في الكيس، وتبدأوا انتوا بقى تنضفوه بسهولة. في ناس كمان بتحطه في الفريزر بتاع التلاجة ساعة كده قبل التنظيف، علشان طبعا يقدروا ان هم يتحكموا في السمكة، لان زي ما قلت لكم الشوكة دي بتكون قوية جدا وممكن لا قدر الله تعوركم. طبعا هسيب السمك شوية في الحوض قبل ما التنظيف علشان يبدأ الوقت يموت معايا، وفي الوقت ده هبدأ أعمل الرز علشان يكون الغدية كله جاهز في وقت واحد. هحط شوية من الزيت وخرطت كده بصلتين كبار، طبعا رز البصل الصيادية بيحب البصل الكتير. هسيبها تتحمر كده وهنزل عليها بمعلقة من السكر، ودوت السر اللي بيخلي الرز يروح في مكان تاني خالص، بيكون طعمه زي العسل. وكمان معلقة السكر دي مش بتبان في الرز خالص. هبدأ كده أقلب معلقة السكر مع البصلة بعد ما اتحمرت، بس في الوقت ده خدوا بالكوا جدا لأن السكر بيخلي البصلة تتحمر بسرعة وبتاخد لون بسرعة جدا. طبعا أنا كنت مجهزة كده العقد بتاع المية اللي أنا هبدأ أنزل بيه، اللي هو العقد بتاع الرز. طبعا كوباية الرز البلدي المصري بتاخد كوباية مية، وفي الوقت ده كده خلاص كنت أنا مجهزة الرز بتاعي منقياه طبعا وغسلاه ومصفياه ومجهزة المية، وكمان هبدأ في الوقت دوت أنزل بالمية على طول على البصلة قبل ما بنزل بالرز. هنزل بالعقد بتاع المية وهضيف كمان مكعب من مرقة الدجاج، بتفرق جدا في الطعم. لو انتي مش حابة خلاص براحتك تقدري تستغني عن الخطوة دي، بس حقيقي بتدي طعم جميل جدا للرز. وهنزل كمان بالملح، اللي هو الكيلو الرز بياخد معلقة كبيرة ممسوحة من الملح، تمام. وهنزل بحوالي ربع معلقة من الكمون. هسيبه بقى يغلي كده غلوة على بال ما اكون انا طبعا انا غسلت الرز بتاعه وصفيته. اول ما المية دي هتغلي هنزل بكمية الرز بتاعتي وهبدأ اقلب كده واقوم اسيبه لحد ما يتشرب، وهدي عليه النار علشان طبعا على بال ما الرز يستوي اكون انا نضفت السمك وكمان قليته، لان طبعا بنجهزها الحدق بتاعه كل حاجة جاهزة معايا علشان نقدم الاكل كله مع بعض يكون سخن ويكون جميل جدا. كده هغطي على الرز، وفي الوقت ده كنت جهزت الكفر بتاع السمك اهوت، والسمك طبعا نضفته ونقعته بالليمون والدقيق. طبعا انا ما بحاولش ان انا اعمل كل الخطوات قدامكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. بعد ما هديت على الرز نضفت السمك ونقعته بالدقيق والملح والليمون. ما بحطش خل على السمك، لحم السمك حساس وعشان ما يتهريش معايا.
هاحط كوباية من الدقيق وعليها معلقتين من النشا ومعلقة صغيرة من الكركم، وهانزل عليها بشعرة من الكمون وشعرة من الملح وهاقلبها، ودوّة الcover اللي أنا هابدأ أغلف بيه السمك. كمان الحُدْق اللي أنا عملته من التوم والفلفل الحامي والفلفل البارد، حاطة كمان فلفل أحمر وشطة وكمون وملح وليمون، وعملت أحلى حُدْق، وفي الوقت ده كان خلاص الرز معايا طاب أهوّة، بسم الله ما شاء الله لا قوةً إلا بالله. هابدأ كده أغطّي على الرز، وهنا خلاص كنت حدّقت السمك وحطيت الطاسة بتاعتي على البوتاجاز علشان أبدأ أقلي السمك على طول، يكون الرز معايا سُخن وكمان السمك معايا يكون لسه سُخن كده، ونبدأ نقدّم غدانا كُلّه في وقت واحد. هابدأ أغلِّف كده السمكة من برّه بالدقيق والنشا والكركم، طبعًا بيدّي لون جميل جدًا للسمك الكركم، وكمان الكركم من مفيد جدًا، يعني حاجة جميلة جدًا للسمك. تقدري تحطّي كركم وكاري طبعًا على حسب ما أنتِ عاوزة. بابدأ كده أبدّر السمكة وأركنها، بتتشرّب كده من الدقيق، وهابدأ أنزّلها في المَيّة وأرجع أدّيها كمان طبقة من الدقيق علشان أدّيها طبقة سميكة كده تخلّي السمكة الصغيرة سمكة جامبو. طبعًا بابدأ أبدّر بقى الكمية اللي أنا هاقليها زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله، وباركنها كلّها على الصينية. في الوقت ده باستخدم إيد واحدة، ما باستخدمش إيديّا الاتنين، علشان إيديّا الاتنين ما يكونش فيهم عجين. هانزل كده حطيت معلقة من الدقة اللي أنا عاملاه بتاع السمك في شوية مَيّة، وهابدأ في أنزّل السمكة كده أغطّسها وأرجع أغلّفها تاني. وأنا كده هانفّضها كده وأنزل على الزيت معايا سُخن، في الأول لازم يكون الزيت سُخن، وكمان تكون النار عالية. الطريقة دي ممتازة جدًا، جدًا، بتدّي قرمشة كده للسمكة من برّه، وفي نفس الوقت بيكون اللحم ما شاء الله مستوي ودايب من جوّه. كمان أنا أول ما بانزل باسيب النار عالية حوالي 3، 4 دقايق كده، وبعد كده باهدّي النار علشان أخلّي السمكة تستوي براحتها. طبعًا أنا معايا السمكة ربع كيلو، لو السمكة نُص كيلو بابدأ أقسم السمكة أو أدّيها أشُقّها من الضهر علشان السمكة تستوي معايا. وهنا بسم الله ما شاء الله السمكة كانت استوت، ما باقلّبهاش إلا لمّا بتاخد لون، وهنا خلاص هاصفّيها ما شاء الله الcover اللي عليها من برّه جميل جدًا، بنفس طريقة سمك المحلات بل وطعمه أحسن كمان. هابدأ أصفّيها كده من الزيت ومش هاطلّعها على مناديل ولا على ورق، أنا هاطلّعها على المصفى، وطبعًا المصفى بتصفّي أي زيوت موجودة فيها، وعشان كمان السمكة ما تبقاش معجنة معايا من الاتجاه اللي أنا هاحطه على الورق. هابدأ أقلي كل الكمية بنفس الطريقة، ما شاء الله ممتاز جدًا، كمان طريقته مشرّفة جدًا لو أنتِ عندِك عزومة. وهنا خلاص كنت خلّصت كل كمية السمك بتاعتي بسم الله ما شاء الله لا قوةً إلا بالله، عملت أحلى رز صيادية، وكمان عملت شوية سلطة خضرا كده ممتازة جدًا جنب السمك بتاعنا، طبعًا السمك يعني سلطة خضرا أو سلطة طحينة، وحطيت كمان بصل أخضر وعيش لو حد حابب ياكل بالعيش، وطبعًا بألف هنا وشفا لكل اللي كان منه. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك كتير للفيديو، اشتراك للقناة، كمان فعلوا الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الإشعارات الجديدة. أستودعكم الله.